فما كل شاردة وواردة وكل فكرة تسمعها أو كل فكرة تسمعها من الآخرين تجي تتبنى الفكرة، أو لا أنا راح أقرأ وراح أتعمق وراح كذا. لا يا رجل، لا، شوية شوية الهويدة على نفسك. إذن بناخذها على يعني عدة نقاط. أولا، لا تتبنى أو أي فكرة تراها مصادمة لعقيدتك لدينك، مصادمة لكتاب الله عز وجل ولسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من باب أولى عدم اتخاذها. أي فكرة، أي علم، قال لك العلم الفلاني الميتو ما فيش، الميتوفيزيك، ما يجيبوا لك مصطلحات لماعة وغير حياتك وستتغير حياتك مع هناك في أسبوع. هذا يذكروني كان كتيب صغير اسمه تعلم الإنجليزية في أسبوع. من فينا ما قرأ؟ مخطفين عليه في زماننا نحن هذا. تعلم الإنجليزية في أسبوع، مو أسبوع مو سنة، ولا تعلمنا شيء البر. خذينا كنا ناخذ هذا تعلم الإنجليزية في أسبوع، تذكروا؟ إيه 5 أيام. 5 أيام هذا عاد ما إنجليزية، هذا ما لغة بتعلمها 5 أيام. كنت لو باغي تقلي بيض ما يصدق 5 أيام تتعلم. بالله بس كذاك نقص على الأوادم. وكنا مرة نتضارب عليه كذاك في 5 أيام. لا بعدين طوروا قال لك الفرنسية في 5 أيام، الألمانية في 5 أيام. الألمانية أنت الكلمة واحدة عشان تنطقها محتاج أسبوع تتعلم تنطق كلمة. لغة صعبة اللفظ. قال لك إلا شوف شايفين مثل هذه، وكان نستهوينا ونضارب ونروح ونشتري ونقرأ وما استفدنا، ونبدأ من ABCD، بعدين نبدأ من الضمائر I am you are she is، وبعدين اكتشفنا أن ما هكذا تتعلم اللغات أصلا. ما كذاك ما معقولة تقرأ ذاك الكتيب وخلاص أنت أصبحت متحدث بالإنجليزية. فكثير من هذه الكتب وكثير من هذه الأشياء قال لك ادخل دورة 3 أيام. أنا من أغرب ما يعني أغرب إعلان شفته قال لك دورة 3 أيام تخرج منك متغيرة حياتك تماما. هذا ذكرني بواحد كاتب أتوقع أمريكي عمل كتاب بعنوان كيف تكون مليونيرا. كيف تكون مليونيرا، وحط زمن ما أدري في شهر أو كيف تكون مليونيرا في 6 أشهر، سقف زمني يعني. خلينا نقول كيف تكون مليونيرا مثلا في 6 أشهر. الرجال ألف الكتاب ونشر الكتاب. بعد فترة بسيطة بعد 2 3 كم واحدة من القنوات قالت معه لقاء، سووا معه لقاء. قالوا له تو أنت سويت كتاب كيف تكون مليونيرا مثلا في شهر وفي 6 أشهر، هل أنت أصلا حققت ذلك؟ قال نعم أنا حققته في أقل من شهر. فالمذيع استغرب قال له كيف؟ قال له ببيع الكتاب.